بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك سحوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه كتاب الجنائز والدئنة، وبزعبؤ حيالة نحنا وبزح تزاربنا بزعبانا يموت وقبابنا جنازة كما يقولوا الإسلامي موت موتو، وكما يقولوا يحطب وكفن وصلاة الجنازة، وكما يقولوا يقبر وأحكام التعزية كل ذيثات أكفحنا بزعبؤ تزاربنا إن شاء الله ترديناك قون قول ما رب سبحانه وتعالى لمن نسرح ومن إن شاء الله في باب جديد وكتاب جديد كان أتوينا صغاء كتاب الزكاة، بزعبا كتاب الزكاة. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى من وكرمه كتاب الطهارة والدئنة، وكتاب الصلاة والدئنة، وكتاب الصيام، وكتاب الحج. زين كلن أبزن شوعات عمد حلفة بزعبان تزاربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم. تعرفنا هذا الحجي كتاب العبادات كتاب الزكاة، وزنتاي بلو علماء أبواب العبادات بلو أبواب العبادات. أبواب المعاملات كتاب الزكاة ودعنا إن شاء الله ناي أبواب المعاملات كنزار بنا بإذن الله. الجزء أبواب العبادات نادى لنا كما يقرنا رب سبحانه وتعالى عبادهم قبل له. وتي أبواب المعاملات نجزا رسول عبادة، ولكن اتي بمونغوخان بمونغو كسبات زرئي، ولكن عبادة مونغوخان مونغو رب سبحانه وتعالى مقرك عبادهم تقبل له زرئي. إذن على بركة الله نبدأ اليوم كتاب الزكاة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة كتاب الزكاة. كتاب مالت إلنا كاب مكتوب للتلع عليه قاليو، كتاب مكتوب، وكاب كتب يكتب، فهو كتاب يعني مصدر من كتب يكتب كتابا، يعني أبزب وتازي أحاديث ناي زكاة أكبل كالله بزعبة ناي زكاة دريئي أحاديث أقرب الكالله. هذا معناته كتاب، وهو بمعنى مكتوب، يعني بزنا قرزي صحيف الكالله أقرب الكالله وزيته. الزكاة وأنقوا عربية زكاة تعملتي إلى الزكاة يعني النماء والزيادة، النماء والزيادة. هذا نقر زكاة قبها الكل ويزكى قبها الكل والسيخو
بزيح له مالتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجنزب موصاد ما بشرعي زكاة الو. ليه؟ لأنه في الحقيقة نتجنزب يوسخوس لزخونه ويبارخوس لزخونه وكبزوح نجارات لدتصفوفو دتصريو زكاة الو. إذن إزيو متأسسار أمونغو قال ناي زكاة بقانقو عربية وقال دما بقانقو ناي شرعي. الزكاة في الشرع مطعم كله جنزب كابها فاتم أحديكا نفقراء مساكين مهب زبها الزكاة أو قنقو عربية دما النماء والزيادة. فعجي أتي هفتام جنزب كوتسون كله في الحقيقة طاعة لله سبحانه وتعالى لخوتسون كله زي نتجنزبو بركة يعني الزيادة ونماء وطهر سلازغبو بزعني تزي زكاة الأموع علماء التي وشرع خاء زكاة الأخاء تسويعوه. ربي ولا بكبر القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة. وبرضو حدا خفتي قال ناي زكاة صدقات بهل في الشرع ولكن صدقة واجبة وحق كأبهل برضو شرعي ونحق لصوعه. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن أزوك خون كله وعنقو عربية وفي نفس الوقت دما بمصطلحنا الشرعي زكاة نمنتهي زكاة الو ازيئو نقركم مأسريناتو. كبرات أحوات الزكاة أب مسلمنا مبل سالسي عندي حزور الكب. وبقرآن كريم رب سبحانه وتعالى 8 كلتن جزية قرآن صلاة بحنت أذكره. ويبلو علماء الزكاة أخت الصلاة. الزكاة أخت الصلاة بحنسى كل شيء ذكرها كل شيء. ربي بلابكم القرآن في بداية سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يا زكاة. وباستفادة لكم أنا سمعنان كل تنشع رب سبحانه وتعالى زكاة القرآن ذكروا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. باستفادة لي من قدتات رب سبحانه وتعالى أن زكاة ذكروا حنسا أو خلوا يذكر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بال إذا أو خلوا حنسا خفرار حيل دماني خمسة آيات التوبة ذكر كلكم ربي بلا كبر القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كم أون بزعبا على بملحس دما أن كفار كآخذ زارب كل ربنا نقرنا كله قالوا لم نكن من المصلين قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين زكاته. نعم وهكذا. إذن سمنان كلتن بوتا رب سبحانه وتعالى الزكاة واجب خمخانا الرقاقيتو فردهبو كم أون
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبوزوح أحاديث ني زكاة واجبة فرض عين كمخانا رب سبحانه وتعالى سيدنا محمد عليه السلام يذكرهم أبزو مسانا إن شاء الله 40 شمنت الأحاديث اللواء نذكرنا بإذن الله أبزو مزدلو جزي ربي عمر عافيان يهابلنا ويهابكم إن شاء الله نشرحنا بحول الله وقوته ناي أحكام الزكاة بالتفاعل من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإلى مخا علماء الزكاة فرض عين على مثلا على من؟ على المسلم الذي يملك نصابا، على المسلم القادر الذي يملك نصابا. وكما بالتفاصيل هل الزكاة واجبة في المال ولا في الذمة؟ زي صبينا تفسيركم بينا إن شاء الله تعالى. ولذلك والعا دايبا لغي هفتام تلا أخوينو أبوه جنزب قد يفلون حرميتو هل في أمواله زكاة؟ كم أون صلول جنزبت الليو هل في ماله زكاة؟ لذلك زيتات بزعبؤوا إن شاء الله نزار بنا. ولكن رب سبحانه وتعالى خمس فردا إن نذكر دلنا وحدا سالساي عندي حذاء كم دلا مسلمنا كم تركب رب سبحانه وتعالى أب سيدنا محمد عليه السلام قال يصومنا مالتي نبلكم. إذن إذا يؤتي حكمي ناي زكاة. كبرات حواتنا حاتن بزعبة ناي عبادتها تراريخها رب سبحانه وتعالى حنساب يئز زكاة بقول وتكات سرحو عبادة كم صلاة حنساب دماني يئز زكاة بلبخات سرحو سراح كم مفرح بربي كم نبربي موكال كم رب سبحانه وتعالى ودين الإسلام سيدنا محمد والمؤمنين مفتاو حنساب كاني أبتسقات فتوو نقرات دماني عبادات ربك قبل كم جنزب موطا وصدقة مهب قالي عبادات دماني بجنزب بقلبة كاني بحنسا كونوا تحاوشوا ترى كم من تاي كم حج أحسنتم. لذلك حج جنزب قلبة يدليو. فبلغة علماء نوع الله العبادات لتنوع الخلق. وربنا سبحانه وتعالى بكل نقراتنا هنا غيرنا عبادة أنتم تقبلوا له وبتزدل يا رب سبحانه وتعالى زفتوا غير بنتك جزءنا وعبادة قبل له سبحانه وتعالى خنبارات كوينا رب سبحانه وتعالى نتي عبادات استفعل غيرو مالتي. إذن بقلبتنا عبادة نقبر وبجنزبنا عبادة نقبر وبقلبتنا جنزبنا عبادة نقبر لله سبحانه وتعالى. ولذلك إلو كبر قيتاب كبر قرآن قل إن صلاتي ونسكي ريحجي ومحياي كلنا برخاء ومماتي تمتلؤون الجباب لله رب العالمين. المال لك لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه 3 شروط. أولا نظام المال في الإسلام
مبني على قاعدة كنفلطوز قبالنا. نظام المال في الإسلام مبني على قاعدة، يعني نظام تايب بهالحقي نايس لمنا أب جنزب أب حدا عندي تحيز له السخاء أنت يبلغها أن المال مال الله سبحانه وتعالى، وأن الملك ملك من؟ ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجنزبك نيربخها بكونه رب سبحانه وتعالى دلاي قبرخ المالتي وبدلاي سبحانه وتعالى الزكاة في القرآن الكريم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فلك من مال الله لك. فزي قاعدة زي خابزين احنا خنبقاس نكلنا دحر دان احنا امينا تجنزب رب ذهبنا ناتو خب مخانو اذا كمطنا كله تأزاز كابريكاز اوص كمريت زبوقل جنزب وي زبوقل اخلي اوص تريد تليكا اوص جنزب تليكا ما نقدين كاوص كم ماني عقاراتات بلاسوتات قلت لك او تقبل كله. اذا مرحبا كتقبلك دس دابل كان دا تحقوسك تبوت ليه؟ لان زي غنزب زي ناي ربي سبحانه وتعالى وفقك سعيرك تخون اي سعر كان تخون اذن غنزر ازي تسعيرك ربي اللي حجزك رب وفقك اي سعر كان دما بارس بقلمتي كان ما كله مال الله سبحانه وتعالى ايوه. إذا جنزب زي لهم علماء أي طق مكانيو إلا بثلاث نقرات. قدما أن يكون حلالا بيض الله وجهك حلال كون الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حرام تخونوا تيخون يقول أكا أيما مال أيما جسد نبت من سحب فالنار أولى به صلى الله عليه وسلم. زخونة سنة والدسب بحرام تلاعبيو أبي خوم بتو نسأل الله العافية والسلامة إلى النار نعوذ بالله. ولذلك زي يعني والدسب كابزنا قرزي بطعم اختنقاق الله ما يوفق للخير نسأل الله العافية والسلامة. أن الجسد يزيد بحرام سلعبه إما بحارطة وإما بقمار وإما بسرقي، المهم بحرام نسأل الله العافية والسلام. كالأي أن لا يشغل صاحبه عن طاعة الله لك، يعني من قد ربي سبحانه وتعالى آخر حقك يقولون انت رحقك اخي طفيك يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. لا ربهم يقولوا عنا بآيات او انتم برب امنكم يا ايها الذين امنوا تطنققوا لا تلهكم أموالكم تطنققوا جنزبكم ولادكم كيسحتكم كان من قد ربي خير حقوقهم عن ذكر الله، يعني كل طاعة قبره ذكر الله يدبهال صلاة ذكر الله حج ذكر الله صدقات زكاة نقد رسول ذكر الله، لأن ربها ذكر كاخا زكاة وتزلها عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بعد جنزبك وكان حدا جنزبك جنزب سلزلك فقدون أمريكا فرنسا نقل بحرام بحلال ببلاوي تطفوت الأخوك إذا جنزب زتوين له وديك ولا قداك وديك كمان قد ربي أرحقك نسيت رابط كان بيت سبكان قلب كان تقربلون تسقبأك أتفيك لما قشاتاتن أبكن دين قرات كم أون أكندن السخاء بصبوق يركا نزل جنزب تكبو أب حما أسهم أب حما تجاراتات نقدد ما يتوكا يدفعك نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لك
نتوم بروخات باروت إن رب العالمين سبحانه وتعالى فرهو ربكم يدوم كله بكبر القرآن وانتهيبل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هنا إلى هذا كما يقول رب سبحانه وتعالى بصبوا ذكرهم لبارته نتوم رب فرحات ربي رجال لك. أولا كلمة رجال نجز على سنتها مدح انت يا باب موقس ندي نأدا معلش سامحونا يعني شوية جهل الله أبقى قواتي قرنيا لكن احنا نقارب بناء بذكاء لنا اتي يعني كتاب الله وسنة رسوله ترديك عبادة مقبالي. المهم رأي حبزي كما يقول رب سبحانه وتعالى ينودهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. مع إنه جنزب تفتوايو أب نفسي ربي بلا كبر القرآن كنا نقول كله جنس الإنسان وإنه لحب الخير لشديد لك. أو كان علم أنت لك وتحبون المال حبا جما من لو جنزبت المسكة حجي حلال بتقبلوا ولا تقبلوا؟ الله أكبر. من يكره وإنه لحب الخير شديد لفظ شديد. ومع هذا في طاعة الله مثل كل أهل الإيمان دحرها يبلون يوم كاب ربي سبحانه وتعالى من قد ربي. إذن سالساي شرطي كاب من قد ربي خير حقك يبلون وخشغلك يبلون طاعة المتي صلاة المتي نا ربي سبحانه وتعالى زريئي قداي تخوينو جنزب إيمان يبلون أبقى معيني أهل الإيمان والطاعة. سالساي لك شرطي أن يؤدي حق الله فيه أن يؤدي حق الله فيه. ولذلك إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل وأطراف النار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يا سلام نسأل الله أن يأتينا وإياكم من فضله. دخلنا دا نعوذ بالله انتهينا يا دخلنا هديت بل دخلنا الله لا يباركها تبل نسأل الله العافية والسلامة. دخا تنزل بلا ديتات دخا ما دخدخ تدخدخ هديخا نسأل الله العافية. ولذلك تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 6 مرات 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء طول حياته. يعني من يوم ما شرع الله هذا اللفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 3 مرات. على سبيل المثال من أول النبوة عند حرزنا قرزي دعاء يوم النبي عليه الصلاة والسلام فترة النبوة خندي 23 سنة فنسخة 4 يحج رأي في اليوم دحر يبلغ خيرهم سيدنا محمد عليه السلام 6 شع 4 يب عمد 4 يب بعسران 3 عمد كني خمسين وهكذا حدود 6000 وكم مرة يربحين كلاكتر قال أكثر من 6000 مرة تعوذ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الفقر. إذن بلائي. ولذلك إلى عليه السلام لا حسد إلا في 2. حتى أنتم صحابة نتيس قال زبلوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور سب جنزب كم جنزب أهل الدثور ذهبوا بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم لكن إحنا جنزب بالله عشان نتصدق. ولذلك أبزب وقت هذه تقدموا منا تاين أكبر فيلوم النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم إذا فعلتم شيئا ساويتموهم في الأجر
قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 34 أو تكبرون الله 3 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. قال ففعلوا لك، فسمع أهل الدثور بذلك ففعلوا. ما تأمم قال أي زين زين أتخمسوا بالكمنا إحنا خامس قبرنا ساتهم ما سمعهم غيرهم. انتهى لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى مصبيهم نيرهم ساتهم كالي لما من البات قال لنا قر ربما يهلون زم فقراء ومساكين سي لا أبدنا قرد طويلوا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك المؤمن يسأل الله إيش من فضله. ما هفتمي القباب نقيلنا يا رب سبحانه وتعالى أبكبر قرآنكم بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومنها تقوى الله وكثرة الاستغفار وصلة الرحم وإكرام الوالدين والعطف على الأيتام والفقراء وكل من أسباب الغنى يهفتمك. في بعض الأحاديث إن الله ليثري لك الفاجر بصلة الرحم. فاجر حجر إيه بعد الكبائر الذنوب تليوه بعد المستوى وغمر ونستحم ما أقبل وقال ملك، ولكن في نفس الوقت صلة الرحم نقعيب لن نديه بتصحن وحطه بتصحن ستر بيته بتصحن يجيب صدقة يهيب يقوى ستر بيته سبيبل ربنا ما هو بون نزع صلاة نزع عمل صالح زيارة. إن الله ليثري الرجل الفاجر لك بصلة الرحم. إذا أنت المؤمن كيس فطن اقرأ كتاب الله عشان كتفتم القبام ما هفتم يعمل كم تفتم قرأ يا أخي. لأن الله الملك ملك الله مش سامعنا ربنا يذهب رزق ما نهب حكي ولا كان ذكر الله كما يقول كهم تفتم القرآن الكريم الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولكن ما عرفنا كما قلنا نحن هم نفتم ليه بالناس لازلنا تراي نسب أبكال لبو يخيد ونسي أن المانع هو الله والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. بدن 3 شروط زيادة ترى دحر داني هليا